بصوا بقى، انا مش هتكلم كتير عن الوصفة، ولا عن هشاشة الكيك، ولا عن شكله، ولا عن طعمه، ولا على الفينش بتاعه. مش هتكلم عن اي حاجة. يعني هو الكيك بقى اللي هيتكلم عن نفسه. الكيكة بتاع النهاردة اقول لكم الاول بقى ايه. السلام عليكم ورحمة الله، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، والنهاردة جاي لكم فيديو عالمي، فيديو حلو بسيط هاشش كده، وكله طراوة. طراوة، كله طراوة واقتصاد في نفس الوقت. يعني حاجة حلوة واقتصادية. يعني والله بجد بجد، يعني وصفة في منتهى الجمال. ايه رأيكم بقى في الحلويات دي؟ لون، طعم، وشكل، كل حاجة. تعالوا بقى اقول لكم احنا عملنا ايه، او ايه الكائن اللي احنا عاملينه ده. عملنا كيكة برتقان، او مش كيكة برتقان، عملنا كيكة اقتصادية بدون بيض، وبدون لبن، وبدون حاجات كتير. كل الحكاية كوباية عصير برتقان وكوباية مية، وهتعملي اقسم بالله هتعملي كيكة. انتي ما هتصدقي النتيجة، يعني النتيجة اللي طلعت دي انتي مش هتصدقيها اصلا، ان هي دي معمولة من غير حاجات كده كتير. يعني بتخلي الكيك كيك كده. تعالوا اقول لكم بقى احنا عملنا ايه. حطيت كوباية سكر ابيض، وحطيت عليها كوباية الا ربع من الزيت. وهعمل ايه؟ هقلب السكر والزيت مع بعض كويس جدا، لما احس ان هما يعني ايه، بقوا خليط واحد. تمام تمام. لحد كده حلوين، ولحد كده الموضوع اقتصادي. مفيش الا بس كوباية الزيت الا ربع دي اللي احنا مستخدمينها يكون زيت ابيض نضيف، ما يكونش زيت من بتاع التموين، علشان ما يغير لناش بس طعم الكيك. وهحط ايه؟ هحط بقى، وهحط كوباية من عصير البرتقال المتصفي، وهحط معلقة صغيرة من الفانيليا. يبقى لحد دلوقتي كده تمام. وهحط معلقة صغيرة خالص، او رشة صغيرة خالص من الفانيليا اللي بريحة البرتقال. يبقى لحد دلوقتي كده السكر موجود عندنا في البيت، والبرتقال موجود. يعني الكيلو ب5 جنيه يا جماعة، لو جبتوا كيلو هتعملوا منه الوصفة، وهيفيض عندكم كمان برتقانتين. تمام. وكوباية الا ربع من الزيت، يعني حاجة أبسط من البساطة. هحط السكر على الزيت وأقلبهم، وأحط عليهم كوباية عصير برتقان، وأحط عليهم رشة من الفانيليا اللي بالبرتقان، ورشة كمان من الفانيليا العادية، أو معجون الفانيليا، أو سائل الفانيليا، أو الفانيليا البودر. أهم حاجة يكون في فانيليا في الوصفة يا جماعة، وخلاص. هبدأ أعمل إيه بقى؟ أقلب المكونات الحلوة الأمورة دي كده مع بعضها. وبعد ما أقلبها على بعضها بقى، إيه اللي هيحصل؟ هنشوف إن شاء الله كل ده خطوة بخطوة مع بعض. اهم حاجه كده، قبل ما يعني قبل ما افتح التصوير اصلا، كنت انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 وسايباه مقفول. ليه بقى يا مروه؟ علشان زي ما بقول في كل فيديو، لما اخلص الكيك وادخله الفرن، يكاد يكون الفرن يعني محقق درجه الحراره اللي انا عايزاها، والكيك على طول يدخل كده ينفش ويوريني جماله اللي انتوا شفتوه ده. ولو احنا حطينا الكيكة في فرن بارد، مش هتنجح معانا الوصف. ولو احنا سيبنا عملنا الكيكة كده وسيبناها عما الفرن يسخن، ده الطريقة دي مش حلوة. تمام. لحد دلوقتي كده تمام تمام. هحط كوبايتين من الدقيق، وهحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هحط كوبايتين دقيق، وهحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب وطبعا رشة الملح ما تنسوهاش، لان رشة الملح طبعا هي اللي بتظبط الكيكات والحلويات، وبتظبط كل الكلام الحلو ده. هبدأ بقى ان انا اقلب ايه؟ الكوبايتين الملانين دقيق دول مع البيكنج باودر، مع الخليط اللي احنا عملناه، اللي اصلا ما فيش فيه لا بيض ولا فيه لبن. تمام تمام. طعمها يا جماعة بجد بجد، انا نفسي يعني ما كنتش متخيلة النتيجة اللي طلعت دي صراحة، لاني يعني قلت هي هتبقى كيكة وحلوة وهشة وكل حاجة، وهتبقى جميل، لان انا عملتها قبل كده يعني، وعاملينها مع بعض على القناة عادي. بس دي طلعت يعني مختلفة، يعني مختلفة في كل حاجة بصراحة. وهحط كمان كوباية واحدة من الدقيق، يعني يبقى انا الوقت عملت ايه؟ حطيت 3 كوبايات من الدقيق. طب ما كده يا مروة الخليط هيبقى تقيل، والكيكة هتبقى عاملة كده ليه؟ يعني مش يعني كده قوام الكيك مش مظبوط بقى، وهتبقى تقيلة وحاجات كتير كده. مصبوري بقى وانا هقولك انت هتعملي ايه. والخطوة اللي احنا هنعملها دي، تأكدي بقى ان الكيكة يعني هتطلع هشة مليون المية، يعني مفيش محالة بقى، مفيش مفر. هعمل ايه بقى؟ الكيك كده تقيل، قوامه تقيل كده، ومش ألطف حاجة. هحط على الكيك اللي قوامه تقيل ده نص كوباية من المية المغلية، مية تكون بتغلي.
قبل ما احط الميه المغليه دي كنت حاطه معلقه خل، اللي انتوا شفتوني حطيتها دلوقتي كده، معلقه واحده من الخل. طبعا الخل بيساعد على طراوه وهشاشه العجين. وهحط نص كوبايه ميه مغليه، شوفوا البخار بتاع الميه مغليه، ميه مش دافيه، الميه بتاعتي مغليه. وهنزل على الخليط بتاع الكيك ده بالميه المغليه. وبعد ما احط نص كوبايه ميه مغليه هبدا اقلب 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 لما اخد القوام اللي انتوا هتشوفوه. الكيكه دي بجد بجد جميلة وحلوة، وطريقتها سهلة يا جماعة وبسيطة. أي بنوتة صغيرة تقدر تدخل المطبخ وتعملها عادي، مفيش أي مشكلة. أبدا ما بتاخدش وقت والنتيجة يعني نتيجة بجد جبارة. هبدأ بقى أقلب. شوفوا بقى ده قوام الكيك اللي احنا متعودين عليه، أو اللي أنا يعني اللي أنا بعمله على طول. يبقى حطيت 3 كوبايات دقيق، وبعد ما قلبتهم هحط عليهم معلقة خل، وهحط عليهم نص كوباية من المية المغلية، ويكاد يكون كده الكيك خلص. بس طبعا انا اسيب الكيك لحد كده؟ لا، مسكتش طبعا، لازم اعمل فيه اي حاجة. لازم اخلي الكيك ده كيك غني وحلو كده. هعمل ايه؟ هفتح التلاجة. طبعا اي ست بيت يعني عندها تلاجة كده لازم يكون عندها بواقي اي حاجة يا جماعة. يعني لازم يكون في بواقي. جوز هند، في بواقي شوكليت شيبس، شوية كريسب جبتهم وما عملتش بهم حاجة، فاضل منهم 10 وحدات مثلا. لازم هيكون فيه، اصل ما فيش لازم هيكون فيه. هعمل ايه بقى؟ ولكن لو ما فيش، يعني لو ما فيش يبقى انت كده هتعملي الكيكة وبارك الله فيما رزق وحاجة كده يعني مظبوطة وحلوة. وكوباية شاي بقى وخلاص، يعني كوباية شاي كده والحمد لله. هعمل ايه؟ عندي قالب الانجليش كيك، حبيت اغير في شكل التقديم شوية، بلاش الطاسة. عملنا بقى كيكة طواصي كتير على البوتاجاز، وبلاش يعني الكيكات القوالب المدورة او الصواني المدورة. فقلت ايه اغير كده في الشكل بتاعي. عندي القالب بقى بتاع الانجليش كيك، هدهنه كويس جدا بالزيت علشان ايه يطلع اما اجي اقلب يعني القالب بتاعي يطلع بكل سهولة كده، ما يغلبنيش. القالب ده مقاسه يعني ايه؟ الكبير مش الصغير منه، علشان طبعا الخليط يظبط كده ويبقى زي الفل. بعد ما حطيت الكيك في القالب وظبطت الدنيا كده ومسحت الحروف بتاعته علشان ما تتحرقش، وانا اقول ده الكيك اتحرق، واقوم فاتحه الفرن والكيك لسه ما استواش، يقوم هابط مني، ويقوم يحصل فيه حاجات كتير كده. فايه يعني؟ لا يعني نصبر كده ونظبط الدنيا الأول. عندي شوية بشر، والله يا جماعة عندي يعني فايضين عندي من زمان، وانا كنت ناسيهم اصلا في التلاجة، فجبتهم. وبشر او جوز هند، يعني ضفر، اللي هو الكبير او صغير المتوفر عندك. وهحط ايه بقى؟ واحط شوية كريسبي ابيض. برضو ده كان يعني كلها حبات صغيرة قوي في التلاجة. فطلعتها بجد، طلعتها وعملت نتيجة يعني في منتهى الجمال. وحطيت شوكليت شيبس ابيض وبني، اللي هي الشوكولاتة اللي بتسيح عادي على النار، ومن الشوكولاتة خام يعني. ابيض وبني، بس الابيض البني ودى شكل القلب في حتة تانية خالص، خلى يعني شكله ولا اروع من كده. وحطيته بقى يعني على درجة حرارة 180، الفرن سخن من قبلها. وما فتحتش عليه الا بعد 35 دقيقة. حطيت فيه خلة، وطلع زي ما انتوا شايفينه كده، احمر، ومن بره ومن جوه، وريحته في منتهى الجمال. بجد بجد شوفوا دي الكيكة كده، يا دوبك هدت. بس شوفوا الكيكة اسفنجة. الكيكة مش كيكة عادية يعني، بجد بجد الطريقة دي اسهل من ما يكون. اسكت بقى برضو على كده؟ لا، ما اسكتش. اعمل ايه بقى؟ كان عندي برضو حتة شوكولاتة خام، فسيحتها في الكيس ده. الكيس ده اللي هو الاكياس بتاع السبوع العادية، اللي هي بوزها بيكون رفع النوع الصغير ده. سيحت فيها، حطيت فيها القطعتين الشوكولاتة وغليت كانت مية حلوة كده. قمت حاطة الكيس ده في كيس تلاجة تاني، قمت سايباه لما ساح، قمت قطع الكيس من البوز بتاعه كده. وفضلت اعمل خطوط رايح جاي رايح جاي. طبعا الطعم ده تحفة تحفة. هبدأ بقى افضل احط كده على الكيكة بتاعتي رايح جاي رايح جاي. طبعا تقدري تستغني عن الخطوة دي، لان الكيكة اصلا وشها متزين، يعني وشها فيه شوكولاتة شيبس وفيه جوز هند وفيه حاجات كتير. طبعا تقدري تستغني عن فكرة الشوكولاتة.
واسكت على كده برضو وعلى الشوكولاتة وخلاص والحمد لله؟ لا بقى، قلت ايه، لا بقى يا بنت ظبطي الدنيا كده وايه، ودلعيها شوية زيادة. هقول لكم برضو هدلعها شوية زيادة بايه، بس ما نعدلها كده ونظبطها على الايه، على البلانشة بتاعتي علشان تكون مظبوطة كده في التصوير. عندي صوص بلو بيري او صوص التوت الازرق، يعني زي ما بتسموه، بس هي بتروحي عند محل مستلزمات الحلواني وبتقولوا له عايزة صوص بلو بيري، بيكون فيه احجام وفيه يعني في حجم اصغر من كده وفي حجم اكبر من كده، وده برضه كان متوفر عندي في التلاجة فاستخدمته عادي على على الوصفة. اداني مزازة كده تحفة للكيك وطعمه حلو. وسهل جدا، وطريقة تزيين يعني أبسط من البساطة، يعني طريقة التزيين دي أي حد يقدر يعملها، بسيطة وسهلة ومفيش فيها تكنيك معين يعني ولا كل الكلام ده. شوفوا الكيكية من الحروف عاملة ازاي، يعني مظبوطة وممتازة وشكلها حلو وطعمها أحلى وأحلى. يا رب بقى تكونوا يعني الفيديو عجبكم وتجربوه، اتمنى انكم تجربوه لو لسه ما جربتوش الكيكة دي او كده تجربوها. حبيت كده اغير، مش معنى ان هي كيكة فانيليا بقى ومفيش فيها بيض يبقى هنسيبها فانيليا، يعني لازم ندخل فيها نكهة البرتقال، نعمل فيها كده حاجات حلوة وتكون حاجات جديدة في نفس الوقت طعمها حلو وهشة وسهلة وسريعة متاخدش اي وقت. بجد بجد الكيكة دي يا جماعة قنبلة حلوة. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.